الشيخ صرخ: ما تتحركوش، اثبتوا. الطريق بدأ يتفتح. الوميض كبر وزاد وبقى عامل زي ما يكون بوابة لعالم تاني. من جوه البوابة أو الوميض الأزرق ده شفت حاجة أشبه بمدينة ضلمة، شوارع مليانة دخان وأصوات ناس بتصرخ من بعيد. هو ده السوق، ده أكيد سوق الأرواح اللي أنا شفته. كل حاجة مفيش عقل يقدر يصدقها أو حتى يتخيلها. الشيخ عيد بص لجدتي وقال: خليكوا هنا واحموا الدايرة، أنا وهاني هنعدي البوابة وإن شاء الله نحاول ونقدر نرجع الطفل. قلبي وقع في رجلي وبلعت ريقي من الخوف بالعافية، لكن أنا ما كانش عندي اختيار تاني. دخلت مع الشيخ جوه البوابة، وأول ما رجلي خطت ولمست الأرض التانية حسيت بتقل غريب على صدري. المكان من بعد البوابة كان زي كابوس حي، مخلوقات غريبة ماشية في الشوارع، اكشاك مغطاة بالقماش الأسود، وسامع أصوات بتتكلم بلغة مش مفهومة. وبرغم اني شايف كل حاجة إلا اني حاسس بإحساس الحلم، زي ما أكون منوم تنويم مغناطيسي. جسمي في العالم بتاعنا الحقيقي، وروحي هي اللي دخلت جوه العالم المريب ده. الشيخ عيد شدني من دراعي وقال: ما تبصش حواليك كتير، هنا كل نظرة ليها تمن. دور على حاجة يبان انها تخص طفل او روح جديدة. مشينا بين الاكشاك ولقيت كائن ضخم، جسمه مغطى بالريش الاسود ولونه زي ووشه زي قناع خشبي، قاعد قدام كشك صغير مليان برطمانات ازاز جواه حاجة بتتحرك. الشيخ قرب منه وقال بصوت هادي: انا جاي ادور على روح طفل. الكائن بصله وضحك وقال بلغة غريبة لكني فهمتها بطريقة ما، وده خلاني اتأكد اننا عبرنا البوابة بأرواحنا مش بأجسامنا. كل روح هنا ليها تمن. ايه اللي هتقدمه مقابل طلبك؟ الشيخ عيد قال بثقة: هديك الحق اللي كنت بتدور عليه، هديك الحرية. الكائن وقف وبصله باهتمام. بعد لحظة دخل جوه الكشك ورجع معاه برطمان او قنينة صغيرة فيها نور خافت. الشيخ قالي: دي روح الطفل، امسكها كويس وارجع بسرعة. لكن قبل ما نتحرك المكان كله بدأ يتهز، وصوت عالي مليان غضب قال: مش مسموح لكم تاخدوا حاجة من هنا. كانت اللحظة دي اللي عرفت فيها اننا مش هنخرج بسهولة، ويمكن ما نخرجش اصلا. السوق كان بيتهز حرفيا تحت رجلينا، صرخات غضب بتتردد في كل مكان، وكائنات غريبة بدأت تخرج من الضلمة حوالينا. كنت حاسس ان النهاية قربت واننا مش هنرجع البيت تاني. الشيخ عيد وقف مكانه وعينيه بتدور حوالينا كأنه بيدور على مخرج. فجأة ظهر كيان جديد ماشي ببطء ناحيتنا، كان جسمه شفاف زي الضباب او دخان، زي دخان السجاير بس كثيف جدا. بس ملامحه مش واضحة، لكن صوته كان هادي ومخيف في نفس الوقت. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ده مكان ما ينفعش بشر يدخلوه. الشيخ عيد اخد خطوة ناحيته وقال بحزم: احنا هنا عشان نرجع طفل اتاخد ظلم، محتاج مساعدتك. الكيان ضحك، والضحكة دي كانت كافية تخلي قلبي يتجمد. مساعدة؟ مفيش حاجة هنا ببلاش. الشيخ عيد شاور للقنينة اللي فيها روح الطفل وقال: عارف انك محايد وانك بتكره اللي بيحصل في السوق ده، ساعدنا نخرج من هنا ونرجع الطفل، وانا هديك حاجة عمرك ما تخيلت انك تشوفها. الكيان قرب اكتر وشكله بدأ يتغير، هيئته كانت اقرب لهيئة وملامح البشر، لكنه لسه مش طبيعي. بص للشيخ وسأله: ايه اللي ممكن تقدمه وانا اكون انا محتاجه؟ الشيخ عيد بصلي وحسيت انه بياخد نفس عميق قبل ما يقول: هقدم لك قطعة من روحي. الكلام ده كان زي الصدمة بالنسبة لي. بصيت له وقلت بصوت عالي: انت بتقول ايه؟ ده جنون. الكيان ضحك تاني وقال: ده عرض مغري،
بس عارف ان التضحية دي مش هتعدي عليك بسهولة. الروح مش زي اي حاجة تانية، لو فقدت جزء منها حياتك كلها هتتغير. الشيخ عيد ما تهزش وقال موافق. الكيان مد ايده، كانت طويلة بشكل غير طبيعي زي خطوط من الدخان. قربها من صدر الشيخ ولمس قلبه. الشيخ عيد صرخ بصوت عالي وانا واقف مش قادر اعمل اي حاجة. كان شكله بيتغير قدامي زي ما يكون كان فيه نور جواه وبدأ يبهت. بعد لحظة الكيان سحب ايده وقال الصفقة تمت، لكن مش هقدر اساعدكم دلوقتي. اختفوا في اي مكان، روحوا وسط الزحمة واستخبوا، لان الكيان الاعظم والمتحكم في السوق عرف بوجودكم وانا هبقى اوصلكم. مشينا بسرعة، رجعنا مكان ما كنا. الكيان اللي كان بيساعدنا اختفى. الاجواء في السوق كانت خانقة. المكان كله عبارة عن متاهة، وكل زاوية فيها بتخبي حاجة افظع من اللي قبلها. ما كنتش قادرة استوعب كل اللي حواليا. كائنات مش مفهومة بتبيع وتشتري حاجات اكتر غرابة. صرخات مكتومة وعيون بتراقبنا من كل مكان. كنت ماشي ورا الشيخ عيد زي الطفل اللي ماسك ايد ابوه وخايف يتوه، لكن الحقيقة اننا كنا ضايعين في جحيم. وصلنا لنقطة في السوق اسمها البوابة الممنوعة. الكيان اللي ساعدنا رجع ظهر لنا من تاني ووقف قدامنا بصوته الهادي. من هنا تقدروا تستعيدوا الطفل، لكن مش لازم تعرفوا الحقيقة. بصيت له وانا قلبي مقبوض وقلت له حقيقة ايه؟ رد عليا بنبرة مليانة أسى الطفل اللي بتدوروا عليه مش زي ما سبتوه. السوق مش بس بيبدل الأجساد، ده بيبدل الأرواح كمان. لو رجعتوه هترجعوا جزء بس من اللي كان، الجزء التاني ضاع. الشيخ عيد كان واقف ساكت وبيفكر، لكن نظرات عينيه كانت حيرانة ومشتتة. قرب مني وقال لازم نكمل، حتى لو الطفل مرجعش بالكامل لازم نرجعه. الأم مش هتقدر تعيش من غيره. دخلنا من البوابة. المكان كان مختلف تماما، مفيش ضوضاء ولا دوشة ولا كائنات حتى، مجرد سكون مخيف في وسط ساحة كبيرة كانت قدامنا. كان في حاجة زي مسرح وعليه طفل نايم صغير ملفوف بقماش أبيض. ده ابن خالتي، أو على الأقل شبه الجسم السليم قبل ما يتبدل. جريت ناحيته لكن الشيخ عيد مسكني. استنى، لازم نفهم ايه اللي حصل. في اللحظة دي ظهر كائن جديد، كان شكله زي كائن ضخم من دخان اسود شبه دخان الحرايق، وعنده عين واحدة كبيرة في منتصف وشه. قال بصوت عميق زي الرعد عايزين ترجعوا الطفل؟ الشيخ عيد رد وقال ايوه. الكائن ضحك، والضحكة كانت زي زلزال صغير هز المكان. تقدروا تاخدوه، بس لازم تعرفوا ان اللي هتاخدوه مش كامل. السوق اخد نص روحه، النص التاني مرتبط بمكان تاني، وحياته مش هتبقى طبيعية. هيفضل دايما بين عالمين، بينكم وبيننا. بصيت للشيخ عيد وانا حاسس بالعجز. يعني ايه؟ هيرجع ازاي؟ هيبقى ايه؟ الكائن رد بحزم هيبقى مخلوق بين عالم البشر وعالم الجن، نصه ليكوا ونصه لينا. هيفضل متعذب واي حد يقرب منه هيتعذب معاه. الشيخ عيد كان ساكت. شاورتله على الطفل وقلتله مفيش حل تاني، لازم نرجعه. الشيخ عيد رفع ايده وقال بصوت قوي هنرجعه حتى لو مش كامل، حتى لو هنفضل نحميه باقي حياتنا. الأم تستحق ابنها. الكائن رفع ايده. في لحظة كل حاجة حوالينا اتغيرت. الساحة بقت مليانة ريح قوية كأنها عاصفة، والطفل بدأ يتحرك. القماش اللي حواليه وملفوف بيه طار وظهر شكله كأن شبه طبيعي، لكن كان مختلف. عينيه كانت عميقة أكتر من الطبيعي، لون بشرته كان أفتح. الكيان قال خدوه دلوقتي، هو ليكم، لكن خليكم فاكرين ان نصه هيبقى دايما معانا، هيفضل شايل العلامة دي طول حياته. في الوقت ده الكيان اللي كان بيكلمنا اختفى، وظهرت كائنات كتير حاصرتنا
زي ما تكون مش عايزانا ناخد الطفل او بتخوفنا. الشيخ عيد شال الطفل بسرعة، وساعتها الكيان اللي ساعدنا في الأول ظهر من جديد وقادنا بعيد عن الكائنات اللي كانت بتحاصرنا، وسحبنا ناحية ممر ضلمة. كل خطوة كنا بناخدها كنت حاسس المكان بيبقى أهدى، لكن الجو كان مليان رهبة غريبة. الكيان وقف قدام باب ضخم من معدن أسود وقال ده المخرج، هتفتحوه بمجرد ما تضحوا بحاجة. الحاجة دي لازم تكون شخصية جدا. الشيخ عيد بصلي وسألني معاك حاجة بتحبها او مرتبطة بيك بشكل كبير؟ لمست جيبي بسرعة وطلعت سلسلة صغيرة كان جدي مديهالي وانا طفل. السلسلة دي كانت اهم حاجة عندي، ذكرياتي كلها معاها وما كانش عندي اختيار. خرجتها من جيبي ومديت ايدي بيها ناحية الكيان وقلت دي الحاجة الوحيدة اللي اقدر اقدمها. الكيان لمس السلسلة وفي لحظة اتحولت لنار صغيرة واختفت. الباب الضخم فتح بهدوء وكان قدامنا بوابة تانية مضيئة بلون اخضر. الكيان قال بصوت واضح ادخلوا بسرعة قبل ما السوق يتراجع عن الصفقة. دخلنا لعالمنا بنفس السرعة اللي دخلنا بيها. كان الوقت قرب الفجر والبيت كله كان ساكت، واللي حسبته لقيته واتأكدت اكتر. احنا فتحنا عينينا وشهقنا زي اللي رجعوا من الموت. الشيخ عيد كان شكله مرهق بشكل مرعب، عينيه كانت مطفية وحركاته بطيئة. بصلي وقال الحمد لله قدرنا نرجع الطفل. الازاز او البرطمان اللي فيها روح الطفل بدأت تلمع اكتر، والشيخ حطها قدام خالتي سهاء وطلب منها تفتحها. وفي اللحظة دي فتحت الازازة، نور غريب ملا الأوضة وسمعنا صوت طفل صغير بيبكي، ولقيت خيال غوريلا داخل من باب الأوضة. كلنا اتشلنا في مكاننا وكان على ايده طفل رضيع بيبكي. قرب مننا بسرعة وساب الطفل على ايد خالتي، وبسرعة اكبر من ما رجع اختفى. لما رجعنا لوعينا خالتي مسكت ابنها في حضنها وهي بتعيط وكأن كل حاجة كانت كابوس وانتهى. لكن الشيخ عيد قال دي مش نهاية القصة. السوق هيعرف اننا سرقنا حاجة منه، هيحاول يرجعها بأي شكل. كلامه كان زي الجرس اللي صحاني على حقيقة جديدة. اللي حصل في السوق كان البداية، بس الرعب الحقيقي لسه مستنينا.